اهلا وسهلا ومرحبا. صباح الخير، مساء الخير، على حسب التوقيت اللي كتفرجوا فيه في الفيديو هادي. معكم اخوكم عمارة في البادية. اليوم واحد الفيديو ديال واحد الطويجين ديال اللحم الراس نعام سيدي. تخصنا لحم بقري، فغادي نمشيو للسوق. هذه الطريق ديال خبيز القنطرة ولا خبيز خط ساكان. من بعد نقول لكم على سميتو خبيز القنطرة. مشينا تقدينا نعام سيدي خضيرة طرية، وتقدينا لحم الراس ديال هاد النهار، هذا ديال نهار الخميس. وجينا نعم سيدي للدار نوجدو علاش غادي نطيبو. الطاجين ضروري خصو يطيب على المجمر. الطاجين ديال البوطه ما عنديش معاه، الله يكون في العوان. ما عرفناش الظروف ديال بنادم، كاين اللي ما كيلقاش كيدير تيطيب في المجمر، ولكن انا شخصيا الطاجين بالنسبه ليا هو المجمر. اي حاجه ديال الطين خاصها طيب على المجمر. ونجيب واحد الجميره غنحطو سمنه الجمر هذا كما تيقولوا فتيله كتشعل نادر ولا ماش داك المثل. ونجيب الطاجين ندير فيه شويه ديال الزيت ونحطو يسخن بهاد الموسيقى ديال الجاز، ونبداو نطيبو نعم سيدي. نديرو واحد الزويته، نقطعو فيها هاد البصيله هادي، الزيت شويه. انا ما عنديش مع الزيت بزاف. الوليد اللي كيطيب بالزيت بزاف اصاحبي، الوالد لا طيب شي حاجه ما كنقدرش ناكل. فغادي نقطع هاد البصيله هنايا، وغادي نجيب الربيع. ما تسولونيش واش قزبر ولا معدنوس، معنا جبت جوج ربطات، ولكن هزيت ربطه واحده والله ما كنفرق بيناتهم. المهم هما كنعرف نفرق بيناتهم في الشكل، ولكن باش نقول لك هادي من هادي ما تنعرفش لها. بحالي بحال اغلبيه الناس بلا ما ضحكوا علينا زعما ولا. جيبوا اللحيمات ديال الراس، اجلنا واحد نص كيلو والله الا فيه البركه. نزيت منها واحد شويه، ما حنا غير قلال في الدار. هذاك واحد الطريف ديال اللسان عزيز ليا، اللسان ديال لحم الراس. خوتي النباتيين، خواتاتي النباتيات سمحوا لي وصافي، ولكن هذا الشيء اللي عطا الله. غنسد على داك الطويجيني تشحر واحد شويه اللحم، ونبدا نقطع في الخضره. شو هاد الجلفه تاع مطيشه قداش تقطيعه واحده. غنقطع واحد مطيشه. كاين اللي كيعجبو يدير مطيشه دواور من فوق من البطاطا، انا كنبغي ندير مطيشه بحال هكا مقطعه ونحطها في الكاع ديال الطاجين باش كتجي بحال واحد لاصوص. ونقطعوا هاد الفلفله هادي ونشوفوا حتى هي واش تمشي مع الجنويات حتى الاخر، ديرها بحال الدريجه. هو انا في النجير ديال الخضره ما تنكفر بزاف في الخضره، ما تنحيدش غير الجلفه. غنجيب خيزو نجاره ديالو ساهله، تعجبني باش تكون كتنجر فيه كطير منه واحد الماء زوين، واحد الريحه يا سلام، خصوصا الا كان باقي جديد. غادي نجرو هاد 5 خيزوات. انا بالنسبه ليا الطاجين الا ما كانش فيه خيزو ما طاجين ما والو. داك الخيزو كديرو تا هو في الكاع ديال الطاجين، ومع داك الا تحرق شويه الطاجين وداك الشيء كتجي واحد البنه يا سلام. وكنصحكم الناس اللي بغيو يطيبوا في الطاجين ما تشروش داك. هو شو الاذواق لا تناقش، كل الذوق ديالو، كل يشري داك الشيء اللي بغا. غير انا بالنسبه ليا الطاجين ما يكونش مسبوغ من الداخل، داك اللي كينضرب ليه الفيرني تيجي ما عرفتش، ما داك الطياب فيه ما تيعجبنيش. كيعجبني الطاجين ديال الطين اللي كيكون فهمتي غير طين عادي صافي، والكاع ديالو تا هو ديال الطين، واخا ما كيصبرش بزاف، ولكن الطياب فيه كتجي فيه واحد البنه في شكال، خصوصا لا طيبتي فيه الحوت. غندير لكم شي طاجين ديال الحوت قريبا. اقترحوا لنا في التعليقات الا كنتو خاصينكم شي حاجه، ولكن عندكم تقترحوا لنا شي وصفات اليوم كبار. اقترحوا لنا فهمتي، خلوكم في المبدا ديال لاشين هذه طياب الزوافريه. وصفات اللي ساهلين. فخوا الخضره شويه ديال الماء. انا راه جربت الفيديو، هادشي راه نجرتو غير بشويه عليا. الطاجين دابا راه غادي يكون انتما كما كتشوفوا راه بدا كيطلع منه الصهد. غنخوي عليه هذيك مطيشه اللي قطعنا، وغادي نزيد عليه نعم سيدي خيزو غادي نقطعو دواور بحال هكا. كاين اللي عزيز عليه يقطعو حيد منه القلب، حتى انا راه كنعرف نقطعو ونحيد منه القلب. انت ما تضحكوش عليا. ماشي حتى لديك الدرجه كاع، ولكن في الطاجين عزيز عليا دواور. في الكاميله صافا، ولا مثلا في كسكسو كيعجبني. انا ما كنعرفش طيب كسكسو، ولكن خيزو فيه يكون طويل ومحيد ليه القلب صافا، ولكن في الطاجين كيعجبني دواور. غندير العطريه نعم سيدي الملحه، والملحه ها نتوما بحال كيف وقع لي انا، حاولوا ما تخليوش هذوك الكواري ديال الملح شتيهم باش الملحه تذوب، ما تبقاش تجيك شي ضغمه فيها الملحه بزاف. شويه سكين جبير
غنزيدو الفلفله. هادشي شوف المقادير على حسب الذوق ديال بنادم. ما درتش الابزار غنوريكم علاش. الابزار نوري لكم في الاخر علاش. نجيب اللفت، قطع هاد اللفته هادي. بالنسبه للخضره في الطاجين راه كتحط كامله في خطره واحده، يعني ماشي بحال الكامله كتبقى تحط حاجه وتسنى حتى طيب عاد تحل مثلا تزيد بطاطا بحال كما كتشوفوا. انا درت بطاطا هنا كلشي في خطره واحده، هانتوما كما كتشوفوا قادين داكشي كامل دقه واحده. وها علاش ما غاديش ندير الابزار، حتى ندير واحد الفلفله كتكون بحال لا مطيب ومقمر، لان ما عارفاش تقدر تكون حاره بزاف تخرج لك على الطاجين، تقدر تكون حاره غير شويه ويصدق لك الطاجين مزيان. انت وزارك لعيبه زار. ايوا غادي نقادو الخضره باش مابقاش خارجه من الجناب قبل ما نسدو عليه، باش ما يتحطش الغلاقه على شي خضره وتجي عافسه عليها. قاد بحال هكايا صافي، وغادي نسد عليه ونخليه نعم سيدي يطيب على خاطر واحد الساعتين. شوفوا هاد القضيه درت مهمه، خويو عليه شويه ديال الماء من الفوق في ديك الثقبه ديال الطاجين باش الا وكح، باش مابقاوش كل مره تحلوا الطاجين تشوفوا واش باقي فيه البلول ولا لا. الا بالكم الماء نقص من تما يعني راه نقصت من الطاجين. ايوا ملي ساليت النجاره ديال الخضره كما شفتوا في واحد ستوري اللي حتى قبل ما كتضيعش، كنمشي كنعطيها لهاد الكائنات مساكن. واحد العلاقه في شكال مع الدجاج، انا راكم عارفين حتى القناه راه بديتها بالدجاج، عزيز عليا الدجاج. هاد الراحه نفسيه طريح بحال كتبقى حاضي شي دجاجه بوليداتها ولا هاد سيرتو هاد الوز هذا والبرك. هاد الكائنات عجيبه وغريبه. هذاك الفروج غنديه للسبت كينقب بزاف، صافي نديه نبيعو. هذا السبت نديه نبيعو، ما كيخليش خوتو ياكلوا معاه وكيجري على كلشي وياكل هو بوحدو. الطاجين ديالنا بعد ما خلينا واحد الساعتين، هانتوما كما كتشوفوا الخضره كتولي كتحط على العاشق ولا المعلقه صافي، وكتب لك هابطه فيها المعلقه تجري صافي راه طابط. خميس القنطره علاش خميس خطه زكان كيقولوا لي القنطره، نسيت ما قلت لكمش حتى كاينه حدا واحد القنطره في الناس اللي ما عارفينش. دابا هو جا في الطريق ديال سبت غزوله ملي كتم غادي هابط الاسفي في النص، وغير كتفوتوا واحد الشيء كتلقى واحد القنطره ديال السكه ديال التران. داكشي اش كيقولوا لي الناس القدام، كيقولوا لي خميس القنطره. ايوا فالسالينا خبيز ديال الطاجين نعم سيدي، او فوالا نطخو طاجين. هذا هو الشكل النهائي. خلاتها شوميشه الله يذكرها بخير. فشكرا لكم بزاف على المتابعه، شكرا على الاشتراكات. الا كنتوا اول مره كتفرجوا في القناه فما تنساوش تشتركوا، وخلوا لي في التعليقات كي جاكم هذا الفيديو هادي. عندكم شي اقتراحات مرحبا بها. شكرا لكم بزاف، الى اللقاء.